منتخب في نصف نهائي كاس العالم تبارك الله وما شاء الله، ميداليه برونزيه في العاب اولمبيه، منتخب بطل افريقيا للناشئين، ويتحدث بهذه الحده وبهذه الكيفيه وبهذا التخوف. فما بالك بالدول الاخرى مسكينه يعني رحبونا يعني على الاقل، فهمونا الوضعيه راهو عادي، راهو في الاخير يعني لما يكون بهذا الشكل بهذا التخوف فماذا نفعل نحن يعني؟ لأن عشنا كانت هناك بعض النجاحات الاستثنائية وعشنا فراغ كبير بسوء تدبير هذه الحلقة التي تكلم عنها. الآن الحمد لله ونتمنى الاستمرارية، والاستمرارية الحمد لله موجودة. به نمشي لمباراة نهضة بركان ونادي قسنطينة حتى نكسب الوقت مباشرة. تقرير خاص بنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. نبدا بنادر داود باعتبار نادر داود خبيرنا في كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، كان مع اتحاد العاصمه. ممكن نادر داود تقول في قرارة نفسك لو بقينا في اتحاد العاصمه ممكن كنا نكون مكان شباب قسنطينه في هذه المباراه، وممكن يكون المردود افضل مما شاهدناه بالنسبه لشباب قسنطينه او نادي قسنطينه. على كل نادر، انت تابعت المباراة باهتمام وبتفاصيلها، كيف تفسر هذا الانتصار العريض لنهضة بركان على حساب فريق النادي الرياضي القسنطيني؟ بعد التحية طبعا هيكل ليك ولكل الأخوان بصراحة كانت يعني مفاجأة مدوية البارحة، يعني كمراقب وكنشط في الدوري الجزائري لم أكن أتوقع ذلك المردود الهزيل الكارثي، يعني غياب كلي لفريق قسنطينة على كل المستويات. أنا أعرف جيدا أن فريق قسنطينة يمر بفترة صعبة، ويمكن بقي 3 أشهر لم يفز في ولا مباراة، ويمكن كانت أفضل فترة لشباب قسنطينة لما فاز على اتحاد العاصمة 1-0 في الجولة العاشرة من مرحلة الذهاب. يعني هذا إشكال كأس الكاف. في بعض الأحيان القرعة بعد نهاية مرحلة المجموعات وأدوار ربع النهائية الفريق يكون في شأن يصبح في شأن في الطرفين. في بعض الأحيان يكون ممتاز في دوري المجموعات ثم يمر بفترة فراغ، إصابات، غياب النتائج، يكون خارج الموضوع في الأدوار الإقصائية، والعكس بالعكس. لكن هذا لا يمنعني أن أقول بأن نهضة بركان يعني بعد الوصول 5 مرات متتالية إلى النهائي من الفوز بمرتين أصبح مختص في هذه الكأس. البارح يعني أكد نهضة بركان أنه فوزه بالدوري المغربي ليس لأن الوداد والرجاء يمرون بفترة صعبة، لكن الفريق الذي شاهدته البارحة فريق قوي، فريق متوازن، فريق له فكر، له طريقة لعب واضحة، له كاميرا لاعب ارتكاز يقوم بالتغطية، ظاهرين يصعدوا على الأطراف لإعطاء تفوق هجومي على الأطراف. نهضة بركان برهن واستعرض عضلاته كما يحلو له البارحة كمتصدر وفائز بالدوري مع فريق في وسط الترتيب الدوري الجزائري. يعني ترتيب الفريقين يعطينا هذه النتيجة الحتمية البارحة. كان توازن كبير ولم نشاهد لهفة كبيرة لنهضة بركان، لا يتحس أنه يلعب تحت ضغط ويريد أن يسجل. الفريق بفوزه بالدوري المغربي أخذ ثقة كبيرة في إمكانياته. 4-2-3-1 واضحة بالنسبة للفريق، أجانب أعطاه إضافة كبيرة، سجل من كرة طويلة وضغط على المنافس منذ البداية، سجل من كرة ثابتة يعني ركنية ثنائية وغياب تام وبهتة دفاعية على كل مستويات لفريق قسنطينة، سجل عن طريق يعني جمل تكتيكية هجومية وصعود ظهير وكرة عرضية وغياب كل لفريق قسنطينة، وكأن فريق قسنطينة خالف كل قوانين اللعبة وطلب من الاتحاد الافريقي ان تلعب هذه المباراة على مباراة واحدة. فكانت بكل صراحة نتيجة كارثية البارح لقسنطينة وللكرة الجزائرية ككل، لأنه بصراحة المولدية واتحاد العاصمة وبلوزداد هذا الموسم قدموا أداء كبير في كأس الكاف وكأس والتشامبيونز ليج، إلى أن قسنطينة يعني خانته الفترة الصعبة التي يمر بها وغيابه عن هذه المسابقة، لأن الخبرة والمشاركة المستمرة في هذه المسابقة له دور كبير جدا. وأكبر دليل هو نهضة بركان الذي نقدر أن نهنئه بالفوز بهذه البطولة للمرة الثالثة.
واضح انت تقول تقدر ان تهنئه، ولو انه الحقيقه هو في فرق في الامكانيات، لانه احنا تعودنا الان في الشامبيونز ليج الاوروبيه بالاساس، شاهدنا في بعض المباريات ريمونتادا بطريقه رهيبه، بطريقه غير عاديه. تذكروا باريس سان جيرمان برشلونه 4 من 4-0 6-1، نذكروا روما، المباريات صعب جدا رفيقه، باعتبار ما شاهدناه في مباراه الذهاب الامور صعبه على كل المستويات. اعتقد انه انا نشاط الراي نادر انه الامر حسم، مباراه الاياب ستكون شكليه لا اكثر ولا اقل. صعب انك راح ترجع في النتيجه 5-0 لكي تأهل ضد فريق محترم جدا، عنده عناصر متميزه. نشوف انه يفوق نادي الرياضي القسنطيني في المستوى، في العناصر المتواجده في الفريقين. يعني فنيا لاعبين نهضة بركان تحس انهم عندهم فنيا احسن، عندهم ديك الخبره ايضا لتعامل مع المباريات على غرار الفيزيكلي، يعني بدنيا اقوى، لانه فرضوا نسق عالي جدا طيله 90 دقيقه على نادي الرياضي القسنطيني. رغم هذا النسق تشعر أن الفريق يلعب بهدوء. صحيح، ولكن يعني ما اعطاش اي فرصه للنادي القسنطيني لكي يرجع في المباراه. دفاعيا النادي القسنطيني كان سيء جدا، الخط الدفاعي المتكون من باعوش، بوقرة، بالحول وحتى بودراما، يعني ما شفنا لا الشراسة ولا الروح. نرجع لوسط الميدان اللي هو يعتبر قلب الفريق القسنطيني، اللي يتكون من ديب، مرباح وبن شعيرة، غايبين تماما دفاعيا وهجوميا. صراحة الفريق ككل الروح غايبة، الشجاعة غايبة، ديك الإرادة، ديك الحماس غير موجود في اللاعبين تماما. صحيح أنه الفريق ينقصوا الخبرة، خاصة في المباريات الكبيرة، خاصة في المستوى الإفريقي العالي، ولكن في نفس الوقت أيضا يلا نعطوا لهم حجة. الهدف المبكر يمكن أثر على نفسية اللاعبين، على ذهنياتهم، على تركيزهم، يمكن تعطيهم حجة في 1-0 2-0 مش في يعني 4-0. لكن نفس ما قلت تتكلم على نتيجة عريضة جدا، يعني كانوا حتى يمكن انه يسجلون الخامس والسادس. هو جماهير يعني اتحاد العاصمة، جماهير اليوسما تقول لماذا لم يتركونا نمر الملعب النصف النهائي افضل بكثير من ان نشاهد فريق جزائري بهذه الكيفيه امام نهضة بركان. الحقيقه هاي نفس ما قلت لك، الفرق واضح بين يعني فنيا بين العناصر الموجوده في الفريقين، المحترفين ايضا الموجودين في نهضة بركان بالنسبه للطرف الثاني غير موجود تماما. وكنا تكلمنا عن الاستخدامات اللي كانت غايبه بالنسبه خاصه في نصف الموسم من ناحيه النادي. نهايه المقابله والخساره ب4-0، ونظفوا المدرجات التي كانوا بها. انا اقول كمغربي، كمتطلع لمغرب عربي كبير، اقول بان للاشقاء الجزائريين كانوا علامه مميزه في الاخلاق وفي التربيه. بالمقابل اقول كل الفخر ايضا بالتعامل الكبير والانساني لسلطات وجده، لسلطات بركان، للمكتب المسير لبركان، لجماهير بركان، في كرمهم وفي تعاملهم الانساني الطيب مع اشقاء الجزائريين. صراحه هذا الامر لم يفاجئني، لان المنطقه الشرقيه عندنا في المغرب هي منطقه القيم، منطقه الاخلاق، منطقه التربيه. دعني أقول لك في الختام، أجمل عرس لم يكن في داخل الملعب، ولكن كان أيضا في محيط الملعب، وكان أيضا بالمطار، وكان أيضا بمدينة السعيدية. كل الاحترام لأشقاء الجزائريين، وكل التقدير لأبناء وجدة ولأبناء بركان، خاصة الجماهير أيضا التي حضرت بكثافة وشجعت فريقها بروح رياضية. لا شك لي إطلاقا بأن أشقاء الجزائريين سيعاملون إخوانهم المغرب بنفس الإنسانية وبنفس الأخلاق بقلب الجزائر. ولكن في الختام أقول لكم لقد أدهشتموني في إشادتكم بفريق نهضة بركان، ولكن أقول لنهضة بركان المقابلة لم تحسم،
التأهل لم يتحقق بعد. حذاري من الغرور، ضروري التركيز على كل تفاصيل اللقاء بالجزائر الشقيقة. واضح استاذ محمد. على فكره لو ينتهي البرنامج في هذا التوقيت نحن حققنا الهدف الاسمى بالنسبه لبرنامج الكره العربيه بالنسبه لهذه الليله بعد هذا التدخل الرشيق والجميل من استاذ محمد الماغودي، والذي يعكس الحقيقه قيمه العلاقه الانسانيه بين الشعبين المغربي والجزائري وبين الشعوب المغاربيه. هو في بعض الاحيان في فئه معينه تبعد علينا الامور تمشي بطريقه رائعه جدا. على كل نمشي ربيع حتى نختم بطريقة جيدة فنيا. أعتقد أن معين الشعباني يحقق في الأهداف، معين الشعباني يحقق في أهدافه بطريقة رائعة جدا. لأن تعرف في فترة من الفترات كان هناك تشكيك في معين الشعباني أثناء عمله في الترجي الرياضي التونسي، وأنه محظوظ وأنه لم يتمكن من صنع فريق. الآن أشاهد في فريق رائع، بل كان له تقاليد في الكونفدرالية وفريق قوي جدا في الكونفدرالية، ولكن ليس بهذه الكيفية، ليس بهذه المنظومة الجماعية الرائعة جدا التي شاهدها يوم أمس. للوقوف هذه النقطة بالذات، ما كان يميز لاعبي فريق نهضة بركان في المواسم الماضية هي تلك الشراسة التي كان يلعبها أغلب اللاعبين. وأنت تذكر ذلك مباريات النادي الصفاقسي، في المباريات التي لعبها مع الرجاء ومع الوداد أو مع، كان دائما ما يتميز ويستغل ممكن هذه النقطة على مستوى الشراسة حتى يقلق المنافسين، ومن ثم البحث عن التفوق والفوز ونجح في ذلك. لكن هذه المرة تحس بأن لاعبي فريق نهضة بركان أقل شراسة لكن بجودة فنية أعلى. ولما تشاهد الفريق أسلوب اللعب الذي يلعب به بتلك الانسيابية، بالجمل التكتيكية، بالفكر الواضح، وبالكرة التي يتم يعني عملية التدرج التي تكون من 3 الخطوط، أكيد بهذا راجع بالأساس لمعين الشعباني الذي صراحة في رأيي الشخصي ممكن أنه هناك مؤشرات على أنه يكون مدرب ممتاز يبصم على مسيرة كبيرة بالنسبة للكرة العربية، ولما لا حتى الكرة التونسية على مستوى المنتخب في السنوات القادمة، لأنه صراحة عمل كبير وكان واضح، وأنا لم أشك في ذلك منذ بداية الموسم. لكن ممكن مع نهاية الموسم وصل إلى نموذج أو بوتيرة عالية على مستوى الأسلوب الممتع والفعال الذي ينهجه، وظهر ذلك من خلال هذه المباراة ومن خلال المباريات السابقة. ولهذا تكلمت أنتم على نقطة الهدوء، يعني الهدوء هذا أولا مدرب هادئ